كنز معلوماتي على السريع. تخيل كده يا صديقي اختراع بسيط بدأ كفكرة مستحيلة وانتهى بسرعات خرافية على الطرق. في أوائل القرن التسعتاشر تحديدا سنة 1817 كان في شاب ألماني اسمه كارل درايس بيحاول يلاقي وسيلة نقل سريعة ورخيصة بعد ما حصلت أزمة في الأحصنة بسبب نقص المحاصيل. وفكر وقال ليه ما نعملش حاجة تمشي على عجل ونحركها برجلنا. وبالفعل صنع أول نموذج وسماه آلة الجري. كانت عبارة عن خشبتين فوق بعض وعجلتين خشب كبار والمستخدم يقعد عليها ويزق برجله. وبعدها بسنين في سنة 1860 اتنين فرنسيين اسمهم بير وأرنست ميشو أضافوا بدلات على العجلة الأمامية وبكده اتولدت الدراجة الحقيقية. وفي إنجلترا بعد كده طوروا التصميم وخلوها بعجلتين متساويتين وسلسلة بتحريك العجل الخلفية. وفي القرن العشرين العجلة بقت رمز للحرية والسرعة والرياضة. بس كده، وما تنساش الاشتراك في القناة. سلام.